السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وبسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل لكم عيش صغير كده ينفع للسندوتشات بإذن الله للمدرسة. معانا ايه دلوقتي؟ معانا كيلو ونص من الدقيق زي ما احنا شايفين كده حبايبي. مقاديره سهلة جدا جدا وبسيطة وما فيهوش اي تعب، بس اهم حاجة لان الجو بدأ يبرد انه يخمر كويس ويرتاح معانا كويس عشان يدينا نتيجة كويسة. تمام. اول حاجه هنعملها، هنحط معلقه من السكر، معلقه صغيره من الملح، ادي الخميره بتاعتنا. عايزه خميره فوريه ماشي براحتك، لو عندك خميره اللي هي العاديه البيره بتاعتنا دي مفيش مشكله خالص. تمام. ونبدا نقلب المكونات بتاعتنا كده مع بعضها. ومعانا هنا لبن رايب، ما عندكيش لبن رايب ممكن لبن حليب او زبادي براحتك خالص. هنسمي بسم الله ونبدا نحطه على المكونات بتاعتنا ونبتدي نعجن العجينة بتاعتنا عادي جدا. كده يا حبايبي لمينا العجينة معانا زي ما احنا شايفين. هنبتدي نحط زي ما انا معوداكم كمية زيت بسيطة، تقريبا ربع كوباية من الزيت، وهنلمي بقى العجينة بتاعتنا كويس جدا لحد ما نضيع الزيت خالص وما بقاش باين خالص في العجينة. كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين خلصنا العجينه بتاعتنا ولميناها اهوت زي ما انتم شايفين في جنب. بسم الله ما شاء الله ثابت كل الحروف والجوانب بتاعه الطبق زي ما انتم شايفين كده. ده معناه ان كده العجينه بسم الله ما شاء الله كويس. ولازم تكون العجينه طريه وفيها سنه تلزيق بسيطه زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ده بيطلع نتيجه افضل يعني. تمام. هنركن بقى العجينه لحد ما تخمر كويس جدا، وبعد كده نرجع لكم تاني في الخطوه اللي ورا واحنا بنعملها باذن الله. خليكم معانا يا حبايبي لاخر الفيديو. كده يا حبايبي العجين بتاعنا بسم الله ما شاء الله اختمر خالص زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، والعجينه طريه وريحتها جميله بسم الله ما شاء الله يا حبايبي. هنعمل ايه بقى؟ جبنا صينيه هنا زي ما احنا شايفين اهوت، ورشين عليها شويه دقيق. تمام. وهنبتدي نقطع تقطيعات صغيره جدا بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول على قد ما نقدر نصغر. لو حسينا ان العجينه لينه معانا ممكن نحط يعني واحنا بنقطعها نقطعها بدقيق زي ما انتم شايفين كده. تمام. ونبدا نحطها. انا كده كده بعمله صغير عشان انا كده كده عايزه اعمله الحجم بتاعه يكون مدور وصغير. فاحنا جايبين شويه دقيق اهوت احتياطي معانا، بحيث لو حسينا ان العجينه بتاعتنا طريه شويه او لينه معانا نقطع ايه بشويه دقيق واحنا بنعملها كده يا حبايبي. اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده اهوت. هنقطع بقى الكميه كلها بتاعتنا بنفس الشكل زي ما احنا شايفين كده في الصينيه، وهنرجع لكم تاني باذن الله. كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده خلصنا كميه العيش بتاعتنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه رشه الدقيق اللي في الارضيه دي، احنا ما بنحطش كتير ما تقلقيش، هي رشه خفيفه بس عشان العجينه بتاعتنا ما تلزقش فين في الصاج. وبنخليه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، بنغطيه بقى بقماشه نظيفه، وما نيجي نفرده ان شاء الله هرجع لكم تاني يا حبايبي. خليكم معانا لاخر الفيديو. كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين خدنا حته من العجين كده بتاعنا، بنفرده فرد بسيط زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه ما نرققهوش، نحاول نخلي فيه سمك بسيط شويه عشان يتفتح معانا وينفع معانا سندوتشات لاولاد. طبعا بسم الله ما شاء الله مغذي جدا ومفيد، وفيه طبعا لبن رايب، وطبعا حاطين ماده دهنيه سواء زيت او سمنه زي ما تحبي. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، وهنبدا نركنه كده بحيث ان هو يرفع شويه معانا. وناخد واحد تاني اهو يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. يا تفردي بايديكي براحتك يا تفردي بالنشابه زي ما تحبي. رشه دقيق بس خفيف عشان ما يلزقش مننا، لان انا ايه زي ما انا قلت لكم العجينه لازم تكون طريه شويه عشان تبقى سهله معانا في الفرد، وزي ما قلت لكم يبقى طري ويفتح معانا زي نظام السندوتشات اهو. بصوا حبايبي احنا مش عايزين نكبر اكتر من كده اهي. بصي حجمها الطبيعي اهو زي ما انت شايفه كده حبيبتي. ونحطه بحيث ان هما يرفع. هنملى بقى الترابيزه بتاعتنا كلها بالعجين بتاعنا ونتركه يرفع، وعشان يقب معانا ويبقى كويس في الفرن. وباذن الله هرجع لكم تاني في الاخر. خليكم معانا يا حبايبي لاخر الفيديو.
كده يا حبايبي خلصنا الخبز بتاعنا اهوت اللي باللبن الرايب والقشطه، مفيد جدا جدا جدا، بالف هنا وشفا. بصوا منظره بسم الله ما شاء الله. بصوا ينفع جدا جدا لسندوتشات ولادنا في المدرسه، جميل جدا ومفيد وصحي وحاجه نضيفه انت عاملاها في بيتك وضمناه، وما خدش مننا اي وقت ولا مجهود، ومكوناته سهله جدا وبسيطه. يا رب يا حبايبي فيديوهاتنا دايما تعجبكم وتنول اعجابكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم، ونشوفكم دايما في فيديوهات جايه كتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.